ايه ده؟ والمصري القديم عنده بوتاجاز؟ هقول لكم. المصري القديم بدأ يكتشف النار عن طريق الملاحظة والتجربة زي اي حضارة. يعني ايه ملاحظة وتجربة؟ بدأ يبص في السماء في برق، البرق دوت ممكن يسبب حرائق في الغابات، فشاف النار عن طريق البرق. كمان لاحظ ان هو حك الاحجار ببعضيها او حك خشب ببعضه، لقى من نتاج الاحتكاك دوت سبب حرارة عالية او شرارة ممكن تسبب نار. مع الوقت والتجربة بدأ يتوصل لطرق صناعية لإنتاج النار، زي يستخدم حجر الصوان، بدأ يضرب الحجر ببعضه لحد ما أنتج شرارة وولعت نار. طب ايه موضوع البوتاجاز ده بقى؟ موضوع البوتاجاز ما كانش عندهم بوتاجاز ولا حاجة، كان عندهم حاجة اسمها كانون، والكانون ده عبارة عن 3 أحجار كبيرة بنرتبهم على شكل مثلث على الأرض، وبنحط حطب وفحم في النص عشان النار تولع، وبعدين يحطوا الأواني الفخارية عشان يطبخوا عليها. ده بالنسبة للطبخ. أما بقى العيش فبيستخدموا أفران من التين، بيسخنوها جامد جدا وبعد كده يحطوا العجين ويستوى.